السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي نلقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، كنتمنى من الله يعجبكم وفرجه ممتعه. وكما شفتوا معايا اخواتي من لقطات الفيديو غادي نحضر معكم واحد الطورطه اللي كتجي جد رائعه. واول حاجه غادي ناخذ وغادي نبدا بها هما المكسرات اللي غادي ناخذهم هنايا. عندي هاد المكسرات ديجا محمرين وغادي ما غاديش نديرهم في الطحانه نهائيا، ما بغيتهمش يكونوا رقاق، بغيتهم يكونوا ترطفات اللي هما يكونوا غلاطين، لذا عملتهم في واحد بلاستيكه وغادي نبقى نهرسهم غير واحد المطلق بحال هكا. يعني خصني ما يجونيش مطحونين، يجوني فقط غير مهرسين والطروفه يجوني باينين في الطورطه ديالي. ومي تكونوا كتاكلوا الطورطه يجيو باينين في الماكله. انا غادي نهرس هاد لي فخوي هادو كاملين اللي عندي. خلطت ما بين اللوز والاكاجو والبندق وواحد طريطفات ديال الاناناس مجفف، حتى هو كيعطي واحد التعليكه زوينه بزاف بالنسبه للطورطات. شوفوا كما هرستو، يعني غير حاولت نقسمهم وصافي. هكا كيجي الشكل ديالهم باين في الطورطات وكيجي جميل، احسن من انكم تطحنوهم في الروبو ديالكم، كيجيو مطحونين بزاف وما كيجيوش كاع باينين في الطورطه ديالكم. ودابا غادي ندوز مباشره من بعد ما حضرت هاد لي فخوي ونزلتهم على جنب، غادي ندوز مباشره غادي نطلع الكريمه ديالي. بالنسبه للكريمه انا استعملت هنايا هولالا، خديت هنايا لتر ديال الكريمه. يلا كفاتني، يعني ما هي هذيك. غادي نطلع مزيان كما شفتوا معايا. انايا غادي نطلع لتر ديال الكريمه وغادي نقسمها على جوج كما تشوفوا معايا دابا. غادي نقسمها. طبعا الكريمه ديالكم تكون بارده، ما تعملوهاش في المجمد. الا حطيتوها في المجمد ونسيتوها وجمدت معكم راه كتخسر ليكم. ديروها غير في الثلاجه تبات كتبرد وتقدروا تطلعوها عادي. هنايا دوبت واحد 200 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، شوكولاته غيش، يعني شوكولاته تكون نوعيه جيده. وغادي نضيفها للكريمه ديالي، كتعطيها واحد البنه واحد المذاق اللي زوين بزاف ونيت، وكتجي الكريمه ديالي عاقده. بالنسبه للشوكولات ملي تذوبوه ما تحطوهش سخون على الكريمه ديالكم باش ما يذوباش، يعني خليوه حتى يبرد شويه عاد ضيفوه. وكما شفتوا النصف الثاني غادي نديرو بالشوكولاته السوداء، حتى هي تكون نوعيه جيده. وملي تذوبوها ضروري ما تخليوها حتى تبرد قبل ما تقصح، يعني تبرد عاد تقدروا تضيفوها للكريمه ديالكم. وهنا غادي نكون حصلت على جوج انواع ديال الكريمات، كريمه بالشوكولاته البيضاء وكريمه بالشوكولاته السوداء كما شفتوا معايا. دابا غادي ندوز مباشره باش غادي نحشي الكيك ديالي بالكريمه وكذلك الكراميل. بالنسبه للكراميل انا راه وجدته من قبل، هانتوما غادي تشوفوا معايا. وغادي نوضع جينواز ديالي فوق هذه اللي كتصراحه كتعاونني بزاف وكتسهل عليا نخدم الطورطه ديالي بكل سهوله. انا هنايا خديت الحليب هو اللي غادي نسقي به الطورطه ديالي. صراحه ما كيعجبنيش نهائيا نسقي الطورطه بالسكر والماء، بالسيرو ديال السكر والماء، حيت كتجي مقيته. كناخذ دائما الحليب اللي يكون دافي، ولا بقيتو تعملوا فيه شويه ديال الكولاكا وحتى هو كيجي بنين، يعني الشوكولات بالحليب حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين. وغادي نبدا نوضع الكريمه ديالي كما شفتوا معايا في الجناب وكذلك في الوسط. غادي ندير هذا البوش هذا اللي غادي يسهل عليا العمليه. ومن بعد غادي ناخذ واحد هذه اللي كتسهل صراحه الله بزاف ديال الحاجات كتسهل عليكم انكم تسرحوا الكريمه ديالكم. من بعد غادي ندير واحد الحاشيه كما تشوفوا معايا، وغادي ندير الكراميل. بالنسبه للكراميل كما قلت لكم راه وجدته في الدار وراه عندي في القناه، نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. غادي نوضع هنايا المكسرات ديالي كما شفتوا معايا. ملي كتهرسوهم بطريفات اللي يكونوا كبار كيجيو باينين بزاف في الكيك ديزاين ديالكم. من بعد غادي نحط الطبقه الثانيه د جينواز كما شفتوا شاركته معكم في الفيديو السابق. جينواز اللي هو ناجح 100% وسهل بزاف. وصراحه ما نقولكمش شحال جات هاد الطورطه لذيذه، اكيد ان شاء الله تشوفوا النهايه ديالها كيفاش جات. غادي نوضع الكريمه ديالي بشكل عشوائي كما تشوفوا معايا هنايا، وغادي نبدا نسوي مزيان بهاد السباتولا هادي. صراحه كتسهل بزاف
غادي نقاد الجوانب. وكما تشوفوا معايا غادي ندير واحد الاطار ثاني ديال الكريمه باش ما يسيحش معايا الكراميل ويهبط. هنايا استعنت بالشوكولاته السوداء، يعني الطبقه الاولى درت الكراميل والطبقه الثانيه درت الشوكولاته السوداء مع البندق وزيت المكسرات. صراحه كما تشوفوا خليت البندق هكاك صحيح وزيت المكسرات. صراحه ملي كتجيو تاكلوها كتجي واحد التقرميشه من الداخل ديال المكسرات جد رائعه وكيجيو بانين بزاف بزاف. غادي نحط الجينواز ديالي الثالثه كما تشوفوا معايا. هنايا هاد الجينواز هذيك كما شفتوا في الفيديو السابق قطعت 4 ديال القطع وغادي نديرهم كاملين. صراحه غادي نوضع هنايا الكريمه فوق الطبقه الثالثه وغادي ندير الاطار كما تشوفوا معايا. هنايا الكريمه البيضاء صافي تسالت لي الكريمه اللي درت فيها الشوكولاته السوداء. هنايا غادي نكمل بالكريمه، بغيت يجوني فيها جوج انواع ديال الكريمات. هنايا الكريمه درتها بالشوكولاته السوداء وغادي ندير طبقه اخرى من الكراميل. بالنسبه للكراميل ديروا كميه مهمه باش تبان لكم في الطارطه ديالكم. وغادي نوضعوا المكسرات كما تشوفوا معايا وغادي ندير الطبقه الاخيره والرابعه وغادي نسالي مره وغادي نبدا نوضع واحد الطبقه اللي ما تكونش غليظه بزاف د الكريمه باش ما تجيكمش الكيك ديالكم عامر غير كريمه وصافي. غادي ندير واحد الطبقه اللي تكون هي خفيفه، يعني جود ما نغطي بها الجينواز ديالي وخلاص. مهم غادي نحاول نغلفو كامل بالكريمه كما تشوفوا معايا وغادي ندخلوا المجمد حتى تقبض راسها مزيان مزيان. انا هنايا بيت ليله كامله. من الاحسن بالنسبه للنوعيه ديال هاد الطورطات هادو وجدوهم على اتساع، يعني قبل بواحد 3 ايام خدموا الجينواز ولا غدا ديروا الكريمه في الاخر وديروها في المجمد باش كتسهل عليكم حتى العمليه ديال التزيين. هنايا صافي الطورطه ديالي راه بارده وجامده، يعني سهلت عليا بزاف بزاف. هنايا دوبت واحد الشوكولاته بالحليب واحد 100 غرام ودرتها من الفوق كما تشوفوا معايا وحاولت ندير الدميعات باش يجيني الشكل ديالها جميل ونفرح بها عائلتي ويجي الشكل ديالها بحال كاع المحلات. ولا حسن يعني تعدلوها براسكم شي حاجه اللي زوينه وكتجي بنينه وكتعملوا فيها داكشي نتوما اللي باغين وعارفين راسكم شنو درتوا فيها حسن وحسن. وطبعا اقل بكثير انك ما تشريها من برا. المهم غادي نسرح الشوكولاته ديالي كما تشوفوا كما هي جامده راه دغيا كتجمد، يعني خصكم تسرعوا العمليه ديال تساويوها فوق الكريمه فوق الطورطه ديالكم عفوا الشوكولاته. وغادي نبدا نزين بالكريمه من الفوق كما شفتوا. خديت هذا البوش هذا على شكل وريضات وغادي نبدا نزين كما تشوفوا معايا. ايوا صافي غادي ندير تزيين اللي هو سهل وعادي وبالمتوفر اللي هو عندي. وصراحه جات رائعه وجا الشكل ديالها جميل بزاف، فرحت بها وليداتي وكذلك الزوج ديالي. كانت حفله اللي هي بسيطه وجد رائعه صراحه. الله نشطنا ضحكنا، هذه اهم حاجه انني دخلت الفرحه على وليداتي والزوج ديالي. صراحه فرحنا ضحكنا نشطنا كلينا الطورطه جات لذيذه بزاف بزاف. نصحكم انكم تجربوها. صراحه الطورطه ما فيهاش بزاف ديال الروينه ولكن سهله دغيا انا صورت معكم كلشي لي تكنيك صراحه مهم سهله بزاف. المهم غادي وصراحه وفي الشكل جات راقيه في اخر ما طفش في اخر لحظه فاش شافوها وليداتي صراحه انفجئوا قالوا لي ماما جبتيها من برا. قلت له بلا وليداتي صاوبت لكم. فرحوا بزاف 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 صراحه الله. في الاخير زينت هادوك الوريضات بواحد الحبوب ديال الشوكولاته وغادي ندير الشوكولاته كذلك في الجوانب وصافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالي. صراحه جات لذيذه بزاف وجميله.
وهنايا شاركت معكم كاع ديك الشيوات اللي وجدتهم صراحه، منهم اللي شاركت معكم في الفيديوهات ومنهم اللي مازال ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. منهم هاد البسيطلات هادو ديال الدجاج اللي جاو رائعين ولذاذين بزاف بزاف صراحه. الطورطه جات رائعه، وحتى هاد لي كيش رفيت اللي صورتهم معكم جاو حتى هما فنين صراحه. بزاف ديال الحاجات اللي شاركت معكم من قبل، ولا هاد الطورطه هادي كتجي حتى هي بنينه بزاف. هاد لي طارطوليت مازال ما شاركتهمش معكم، اكيد ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. بالنسبه للعصير درت عصير اللي هو طبيعي، وهذه هي الطورطه غادي نفتحوها دابا وغادي تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا من الداخل. جا رائع صراحه الله، جات بنينه بزاف وجات صراحه الله تبارك الله كبيره. يعني الا كنتوا عائله اللي هي كبيره راه تقدكم. انتما غادي تشوفوا الشكل ديالها صراحه جات متوله، واهم حاجه انني فرحت وليداتي والعائله ديالي. هانتوما غادي تشوفوا صراحه داكشي اللي عندي نزلته على الطابله، ووجدت شي حاجه شي حويجات وصراحه ونشطنا وضحكنا. اهم حاجه هو نخلقوا الجو ديال النشاط وديال الضحك، هذه اهم حاجه. شوفوا الكيك عفوا التورته ديالي كيفاش جات من الداخل، جات رائعه بديك الكراميل والشوكولاته اللي درتهم في الوسط. ما تخيلوش حاجات بنينه، جات رائعه، جات طوب على الطوب. ننصحكم انكم تجربوا هاد التورته بالنسبه لعيد الميلاد او لحفله او لعراضه. راه جات الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو. كنشكركم بزاف على المشاهدات وعلى اللايكات وعلى التعاليق اللي كتخليو لي في كل فيديو. حتى هاد الفيديو هذا بغيت بزاف ديال اللايكات وبزاف ديال التعاليق ديالكم اللي كيهموني اكيد. وكنشكركم مره ثانيه بزاف بزاف، واللي ما مشاركاش معايا مرحبا بها تشترك في القناه ديالي. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. خليت لكم راحه الله، السلام عليكم.